ختامها مسك. ختام كلمة دكتور أكرم بتعبر عن حاجات كتير خالص. وبرضه في كل مرة بننتظر بشوق إن احنا نسمع مناضل كان بيقولوا إيه؟ صاحب الثورة ولا مؤذن الثورة؟ مؤذن الثورة. مش هقول الوزير لكن هقول المناضل اللي كلامه دايما من القلب للقلب، فبيطلع بشكل تلقائي وبشكل فيه تواصل وتفاعل مع كل الناس، وكده بننتظره بشغف، بس يعني يحن عليها شويه وما يطولش قوي يعني. شكرا جزيلا. أقل من 5 ساعات اسمحوا لي أنا عايز أشكر هذا الشاب الجميل صديق وفي ماشي ورا عبد الخالق، مش عايز أقول دي زوجته ورفيقة مشواره، وده طبيعي ولاد الأصول بيعملوه، إنما أن الصديق يقف الموقف ده وراه في كل حتة ويساعد، وعارف بسمع وبتقول لي الأستاذة نجلاء ربنا يبارك فيك ويديك الصحة. أصالة أرجو إن إحنا نحافظ عليه. عايز أجي أوجه شوية تحيات الأول. طبعًا وجهت لأستاذنا ولحضراتكم بعد إذنكم. قاعد بينكم دلوقتي والد يونس المحبوس بتهمة بأشرف تهمة وهو التضامن مع الشعب الفلسطيني. حيوه. أم سامي الجد المحبوس بنفس التهمة وهي شرف. سامي الجد 10 شهور لم يعرض على النيابة، ثم انتقل لغرفة المشورة أيضا دون عرض 10 شهور. وده بالمناسبة حسب القانون اللي درسوه لنا ولسه بيدرس لعيالنا في الجامعات وفي الكتب، يسقط أمر الحبس عدم العرض في الموعد. يعني لو هو بيتعرض 15 يوم يا احمد، 15 يوم لو عدى وجه اليوم ال 16 ده اكرم قاعد جنبك يعني سراتي سودا لازم اتكلم صح. طيب لو قعد 16 يوم من حق محاميه الحاضر انه يثبت في محضر الجلسه انه سقوط امر الحبس نظرا لعدم عرضه خلال المده الحبس الاحتياطي المقرره اللي هي 15 يوم. وبرضه لما يروح المحكمه واتعرض في اليوم ال 46 مش ال 45 في غرفه المشوره، من حق المحامي ان يثبت في محضر الجلسه. وحسب الكلام اللي درسوه لنا والله انا هروح اقطع الكتب وهدور على الكتب اللي هم بيجيبوا منها الكلام الفاضي ده، هدور فين بالظبط كاتبينه. طيب اما اخر مره القاضي قال لي طب استنى بقى الاخر جاي قاعد يلف على اسامي في السجون كلها داخل راجل والله، واراد ان يثبت اتفضل استنى طب لاخر الجلسه، طب استنى ساعه استنى ساعتين، وفي الاخر تعالى الراجل فعلا والله اشهد بانه كان فرحا انه عثر على سامي. جه سامي وطلع على الشاشه، احنا بنشوفه مع التلفزيون، طلع على الشاشه قال لي خلاص يا عم انت بتقول ده سقوط؟ ما فيش سقوط. الراجل اللي بتقول لا ده السقوط يسري على مش على الجلسه دي، ده يسري من اول جلسه لم يعرض فيها ولم ينظر في امره. واسمعوا بقى اللي موجود في القانون اللي درسناه او يغيروه يا ابراهيم، مش هيسيبونا كده، ان حضور المتهم وسماعه لجلساته لا يغني عنه حضور المحامي. حضور المتهم وسماعه، يحضر المتهم ويسمعه. كل مره عبد الخالق يصر يتكلم ويزود لنا العبء شويه، يعني حتى اول مره ما كانش راضي يخليه يتكلم، قلت له سيبه يتكلم، ده هيتكلم في مصلحته. مصلحته يعني في تجديد امر الحبس، لانه راجل ما بيسكتش، صاحب رساله ومصر على ان يوديها في السجن وبره السجن وفي اي حته. المهم 10 شهور، واسالوا اي حد، اسالوا وكيل محامي مش محامي، اسالوا عيل في سنه اولى، مش عيل بقى يبقى راجل في سنه اولى حقوق، عدم العرض على المحكمه وسماع المتهم ولا يغني حضور المحامي وسماع عن سماع المتهم يسقط امر الحبس. يعني لو في قرار صح اخلاء سبيل المتهم بعدم العرض في المده المقرره، ما حصلش، واثبتت في المحضر. غير كده والدته ربنا يبارك لها مش سايباه ولا سايبانا، قدمت بلاغ للنائب العام، وكل اللي عملوه انه بعتوا لها رساله انه في الفحص. قلت لهم في العرض الاخير، قلت لهم ده في الفحص مش في الفحص،
في الفحص من ساعتها اقسم بالله اي حد درس، مش هقول مستويات في الهيئه القضائيه، لا درس بس القانون على طول يخلص من ده، لان جاي يوم اقسم بالله. بصوا مش في سن حضراتكم، في سن انا جاي اليوم اللي اي حد مش هيلتزم بالقانون هيتحاكم وهيتحاسب، واللي بيحصل حوالينا يقول الكلام دوت. بحييك. عندكم اخر وائل كنا كورولوس غبريال كان معانا في المؤتمر اللي فات واتحبس بعديها. وائل موجه ليه تهمه الانضمام لجماعه محظوره. وائل كورولوس غبريال طلع اخوان واحنا ما نعرفش، او بتوع دول التانيين داعش. وائل بصوا ظلام. طب يا عمنا في حالات مماثله قول لنا اسم المنظمه اللي بتاع كان زمان ايامكم يا دكتور طه وايام الدكتور زهري، كان زمان بيجيب التنظيم بمكتبه السياسي بلائحته باسماء اعضائه بتسجيلات صوتيه، لما كانش ساعتها طلع الفيديو والكاميرات المراقبه اللي في كل حته، ويتعرض على النيابه ومتحدد مين الامين اللجنه المركزيه ومين مسؤول التنظيم ومين مسؤول بتاع. دلوقتي بنقول لهم طب قولوا لنا اسمه، بس اسم التنظيم يا سيدي، واقسم بالله حدث يا سيدي قول لي يمكن التنظيم ده يعجبني اروح انضم له. في شارع ايه؟ طب عنوانه ايه؟ طب اسمه ايه؟ طب بقيت اعضائه مين؟ اظن احنا وصلنا لمستوى من الظلم غير مسبوق. انا ما ذكرتش حد من اهالي المعتقلين اللي موجودين، وانا بسميهم معتقلين بعد اذنكم. الحبس زي ما قال عليه الاستاذ الدكتور احمد فتحي الزهور بعد ما داقوا الحبس الاحتياطي، قال اما طلع بيسالوه عن الحبس الاحتياطي هو ليه كتابات فيه، قال لهم الحبس الاحتياطي ظلم احتياطي، واساتذه القانون علمونا ان الحبس الاحتياطي حبس بلا يقين. مش كده ولا ايه؟ يا اكرم سعيد اخوك يعني. انا مبتدئ عشان ما حدش ياخد قلم ويقول لي، وماليش في قضايا ثانيه الخلع والحاجات دي ماليش فيها اصلا. طيب بعد اذنكم احنا النهارده بعد اذنكم اللي بيحصل النهارده، وانا بتكلم في قضيه سجناء الراي مش بتكلم في سجناء الدم. شريطه برضه في سجناء الدم الا يكون زي ما بقولها دايما الا يكون دم كذب، يعني ممكن يجي له ابراهيم صالح ويشيله يحط له زي ما حصل سلاح ويقول ان مش عارف عمل ايه، او يتهم واحد في سوهاج انه اقتحم اسم مش عارف ايه في سوهاج والشهود والاثباتات بتقول ده. المهم النهارده واحنا بنتكلم في قضايا المحبوسين احتياطيا يختلف عن الكلام الشهر اللي فات، وطبعا كلكم عارفين ولا مش عارفين؟ الكلام الوقت يختلف. انا بعد اذنكم انطلاقا من ايماننا بهذا الوطن، الدولة المصرية اللي هي جزء من أمتها العربية، الدولة المركزية، الدولة اللي علمت العالم الحضارة، علمته الصناعة والزراعة، علمته كل حاجة. الدولة دي لا يليق بها ما يحدث الآن. قبل 25 يناير بكام يوم قبل الثورة التونسية طلع كتير من الفلاسفة يقولوا إن مصر مش تونس، وكانت عنوان لكل المطبلاتيه وقتها. والوقت بيقولوا ان مصر مش سوريا، وانا معاك مصر مش سوريا. مصر ما فيهاش الفسيفساء السوري وتعلل الملل والنحل اللي موجود في سوريا، لكن اوعوا تفتكروا ان العدو، وبقول العدو واللي حصل في سوريا هم الاعداء على نظام فاشل اللي حصل. بس هجوم الاعداء بقى النظام الوطني المستبد اللي ما كانش بيطبع مع اسرائيل بس، مستبد على شعبه ومستوى على شعبه. احنا مش زي سوريا، لكن الامريكان والصهاينه مش كل مره هيكرروا بنفس السيناريو. ده عندهم ناس قاعده شغاله من سنين طويله وكاتبين كتاباتهم. تقسيم مصر مش هيبقى على اساس تقسيمها. انا مستعد ان اموت من اجل اخي المسيح وهو بذات القدر، ومش هيحصل ولا يقسمونا. بس خدوا بالكم يا شباب ان ممكن المدخل الاقتصادي يصلح مدخل للاختراق،
المدخل الاقتصادي. الناس اللي مش عارفه تكمل يومها، كنا زمان في العمل النقابي يا ابو قريش كنا نقول ان الواحد فينا ما بيكملش الشهر، مش كده؟ مش قادر يكمل الشهر، ونستلف على ما نقبض اول الشهر، وبيستلفوا طول الشهر فاتوا في الشعار القديم. طيب دلوقتي في اسر انا اعرفها، واللي عايز يجي اوري له، والشوارع باين فيها قدامكم ارتفاع منسوب. ممكن تبقى طريقه للدخول للاختراق الازمه الاقتصاديه. 2 كل واحد محبوس ده مش ليه اسره، هي ناس مقطوعه مش ليه اسره. طب الاسره دي مالهاش اصحاب في اسر اخرى؟ طب المحبوس ده مش ليه زمايل كانوا اقرانه في المدرسه معاه في المدرسه؟ مش ليه عيال كانوا بيلعبوا معاه كوره في الشارع في قريه من القرى؟ وقلت هذا في المحكمه واكرره على مسامع حضراتكم. في القرى مصر رفها بحري وقبلي، قبل ما الواحد يجي يعمل فرح ابنه بيقولوا روحوا استاذنوا اسره الاستاذ عبد الخالق الدكتور عبد الخالق فاروق، استاذنوا مسامي عايزين نعمل فرح. ده عادتنا، خلي بالك، مش قادرين يخلصونا منها، مش قادرين يعني يغيروا طبائعنا وعاداتنا اللي اتعلمناها، ودي في مصر وفي الامه العربيه كلها مش موجوده. عند الغرب ما يعرفوهاش. الناس اللي قاعده مش عارفه تفرح عشان ابن واحد جارهم محبوس. لو لا قدر الله البلد دي جالها عرجاني او جولاني وعمل اللي حصل ده، الناس دول هيبقى موقفهم ايه؟ اقسم برب العزه انا ممكن اموت ساعتها لو شفت حد بيسقف الناس دي ولا بيزغرطوا زي ما شفنا في سوريا. والله العظيم يا استاذ انا ممكن ساعتها اموت ان احنا قضينا عمرنا ضاع بلاش، لان لقينا المصريين بيسقفوا لمحتل اداه من اداه الاحتلال داخل بلدك. كلنا هننتفض زي ما حصل في بورسعيد وحصل والمقاومه الشعبيه وغيرها وفي غيرها وفي غيرها. طيب انا رساله اهو لمن يريد ان يتجنب المصير السوري. فكوا على الناس شويه، الناس تعيش زي ما حكى لكم الدكتور. طب سيبوا لو ما تعيش الناس، سيبوا. انت اتكلمت عن الرغيف ابو 20 قرش، انا شاريه امبارح ب 2 جنيه. جبت 20، جبت 10 ترغيفه ب 20 جنيه. طيب كويس عندكم ب 2 جنيه. ايه؟ كويس ان عندكم ب 2 جنيه. مش هيدوني بطاقه والله يا مدام، ما فيش راضي. انا اصلا تخليت عن البطاقه ما خدت الدرجه الاولى في الحكومه، قلت سيبها لحد يكون درجه رابعه. لا انا بقول لك كويس ان عندكم في القاهره ب 2 جنيه، احنا عندنا في الشروق اغلى. طب تعالي اسكني عندنا بدل ما انت تعملي وبعدين بتهيألي اغلى. المهم بعد اذنك ارجو انا هو بارجو، مش بتوسل بس برجو، يعني حفاظا على هذا الكيان، على هذا الوطن اللي احنا شركاء فيه واللي احنا اللي قاعدين فيه. جه احتلال، جه تتار، جه صليبيين، جه هتلر، جه عفريت ازرق، جه انجليز، جه فرنساويين، جه صهاينه، احنا كشعب بنواجه وقت اللزوم حرصا على هذا الوطن ولحمته اللي بنشهد ويشهد الجميع بيها. وان مصر دي يعني كجزء من امتها العربيه لم تتغير تاريخيا الا في حاجات بسيطه قوي مؤخرا، لكن مصر حرصا منا على الدوله الوطنيه المصريه من منطلق محبتنا ليها بنرجو عدم تكرار المشهد السوري بامرين. اولها اخلاء سبيل كل معتقل الراي، كل مسكون الراي، وفورا. احنا واخدين وعد بقاله 3 شهور ونص، وعود عديده بخروج، مش وعود بلاش. انا الدكتور محمود فوزي وزير في الحكومه دي طلع مصرح وقال اطلاق سراح مسكوني التضامن مع فلسطين. سمعتوه ولا لا؟ طب يا اخي ده المفروض الوزير، المفروض يعني ده قرار. ده زمان لما كان الملك حد يقول له واحد من احد الناس زي يا باشا بيدوا له الرتبه على طول حتى لو بالغلط. طب ده وزير معاكم، طب اتكسفوا على دمكم ما تحرجوهوش. الراجل بقى شكله وحش، قال هنفرج على المتضامنين مع فلسطين ووراه بوقه كبيره قوي. مش عايز اسمي اسماء عشان ما ازعلهمش. ناس كتير قوي قالوا وطلعوا وصرحوا الحوار الوطني والحوار اللي مش وطني واللي ما عملش حاجه والحوار اللي طلع في الهواء دون الاستجابه لاي من مطالبه، ومنها مطلب
الحبس الاحتياطي دوت والتخلص منه والتخلص من التدوير. طيب قالوا ما تكسفهمش، طب خلوا منظرهم قدام الناس يعني عدل، ده كده ملهمش لازمه، ده كده لا مؤاخذه امين شرطه مكسر كلام وزير، لا يجوز، يعني احترموا حتى المقامات والبتاع ده، مفيش حد احترام، بلاش اللي بره دول وحشين. طب اللي معاكم، طب احترموا وزيركم اللي طلع وصرح، واكيد هو ما قالش من عندياته، لانني اعلم ان مفيش وزير بيدير وزاره، انا عارف ان في 2 عن اليمين وعن اليسار قدام كل مسؤول. لو قلت له السلام عليكم والنبي عايزين ننقل الاستاذ اكرم، يقول لك طب استنى ارد عليك، حاضر ان شاء الله هندرس، ما بيدرس. الو يا باشا فلان اتصل بيا وقال لي عايزين ننقل فلان، ماشي، وحسب ما يقول له بقى لدرجه لما جم بالتعديل الوزاري الاخير قلت لهم بقول لكم ايه؟ احنا طبعا بنقول، كنت دايما عباره بكتبها تغيير السياسات افضل من تغيير الجثث. كويس؟ بس في التعديل الاخير بقى اما هم مش عايزين يغيروا السياسات قلت لهم طيب بدل ما تغيروا الوزراء وتكلفونا، لان الوزير اللي بيطلع والبتاع واللي موجود والتكلفه وغيره تكلفه ماليه يعني، وعشان التقشف اللي دعانا اليه الدكتور زهدي، غيروا الضباط اللي بيوجهوه، خلوا الوزاره زي ما هي بس غيروا الضباط اللي هيعمل كذا غيروه. دي طريقه برضه في التغيير. ارجوكم احرصوا على البلد، احرصوا عشان يقولوا ما بيعرفوش لغه عربيه، احرصوا على هذا البلد وسيبوه لنا للاجيال الشابه زي ما استلمتوه. ما تسيبوهوش يسال الناس الحافه، ما تسيبوهوش بيقترض وبيشحت من الاسوه والنسواش. وده تيجي ازاي؟ هيدخلني في المؤتمر في اللقاء الاخير اللي عمله السيد رئيس الوزراء. بصراحه مش كان مع رئيس الوزراء كبار يعني مخلفات نظام حسني مبارك. انا كنت اتصور ان الحوار لو في حوار اقتصادي يبقى مع الدكتور عبد الخالق فاروق، مع الدكتور احمد السيد النجار، مع الدكتور جودة عبد الخالق، مع القناه الاقتصاديه، مع الدكتور زهدي، مع الهامي المرغني، مع الدكتور شريف قاسم. انا افهم دوت. طيب انتوا بتعملوا ايه؟ ده اللي قاعدين اصلا كانوا سبب في قيام ثوره 25 يناير. انتوا ناويين يعني دي اشاره يعني نعمل حسابنا؟ يا رب. هل دي اشاره؟ يا رب. هل اشاره؟ طب اقول لكم ايه رايكم فيما طرحوا للبعض، وانا استمعت لبعض كلامهم، يعني عصرت الليمون بقى في ديت واستمعت لبعض، والله العظيم قالوا كلام يعني افضل شويه مما يتم، افضل شويه، بس مش هو ده الطريق الصحيح. الطريق الصحيح لو عايزين تمشوا، احنا بقالنا 50 سنه في الهم ده، منذ قانون استثمار راس المال العربي والاجنبي القانون 43 لسنه 74 الانفتاح لحد دلوقتي، ماذا حدث في مصر؟ حد عاقل عنده قدر حتى من الادميه، مش هقول الوطنيه، عيب حاشا لله ان اخاطبهم باسم الوطنيه، من الضمير حتى، من اي حاجه. طيب من الانسانيه والرفق بهذا الشعب الذي لم يجد من يحلو عليه خالص. طب حتى اللي جه انتوا من سنه 3 من سنه 74 50 سنه، يلا شوف 50 سنه ماشيين في الخط ده. طب وصلنا لايه؟ كنا بنجيب الحاجه بكام وبقت بكام؟ الجنيه كان بكام وبقى بكام؟ عد بحاجات، بلاش كده حتى على مستوى الدور الوطني المركزي للدوله الوطنيه المصريه اللي هي جزء من امتها العربيه. يعني حاجه ما تصرش. طب ايه رايكم تيجوا سنه واحده بس بعد اذنكم، وكل الامراض اللي تحدث عليها الاستاذ الدكتور زهدي وانا مش بكفاءته طبعا في الاقتصاد، طب سيبوا الناس دول سنه واحده بس، اسمعوا لهم وننفذ، وانا راهنكم هيتعدل الميزان التجاري، هيتعدل الموازنه العامه، هتتوزع صح، وهيزيد نصيب الفرد، وهيزيد نصيب الاجور في بند في الميزانيه، وهيزيد معدلات الانتاج، هتتبني مصانع، ودي دعوات عبد الخالق وزملائه ودعواتنا جميعا واللي حاضرين. الزراعه تدعم، وبدل ما بنستورد كل حاجه من بره
يبقى ده اللي يعدل الجنيه، ده اللي يعدل الاسعار، ده اللي يخلينا ببلد قرارها في ايدها. لا يوضع، ما بيصدرش من على الموائد جده او الامارات او دبي او موائد واشنطن او بنك الدولة. الملاحظه اللي قالها الدكتور، انا قاعد اتتبع اللي يمسكوا ملف الاقتصاد، هم خبراء في صندوق النقد الدولي، يمسكوا مراكز مناصب ومش هقول اسماء مناصب، واول ما يسيبها يروح على صندوق النقد الدولي. دول عملاء صندوق النقد الدولي في مصر، وعبد الخالق فاروق والله يا حكام، الحكام اللي قاعدين بيحكموا، عبد الخالق ملوش مشكله معاكم، صالح معاكم. عبد الخالق متناقض مع طريقه الصندوق، مع الصندوق الدولي ذاته، مش معاكم، انتم منفذين. انتم اكتب ما يملى عليك من صندوق النقد الدولي. عبد الخالق بيدعو لطريق اخر غير طريق صندوق النقد الدولي، يحفظ للبلد دي كرامتها، يقوي اقتصادها، يرجع صناعتها، وبدل ما نبيع المصانع ونبني بيها كباري ونستلف على الكباري، يبقى في صناعه. انا منهجنا اللي انا مؤمن بيه ومخليني بقول انا ناصري، ان المصنع كان بيتبني ونسدد، خدنا قروض، لكن كان من ارباح وعوائد ارباح المصنع يسدد، مش كل الارباح، جزء من الارباح تسدد بيها القرض اللي اتعمل بيه المصنع، ونقدر بعد كده نعمل مدارس ومستشفيات وطرق وكباري وعاصمه مش اداريه وخازوق، كل حاجات من عوائد انتاجك، من عرق جبيننا مش من جيب الخواجه. طب والحراميه يروحوا فين؟ وعلى رايك كانت اغنيه بيغنيها علي اسماعيل، وبيقول لك ايه؟ ومفيش اجنبي على باب الله. في اجنبي مش مفيش اجنبي هيدي لك ايش الا اذا كان على حساب استقلالك الوطني، على حساب قرارك الوطني، على حساب سيادتك على ارضك وانتمائك لامتك العربيه. ارجو كنت اتمنى اللقاء اللي عمله رئيس الوزراء ده له من الله ما يستحق، زي ما كنا بنقول عن انور السادات بادئ الخراب دوت. ارجو انه فكروا شويه لقدام وشوفوا زملائكم اللي عملوا نفس التصرفات في سوريا، لو ان مش كلها يعني بعضها على الاقل في الموقف من اسرائيل يعني كانوا مانعين، لكن على مستوى الغلاء وده جزء منه بالحصار وغير الحصار والفساد. طيب افيقوا يرحمكم الله. والله قلت مره المسؤول، وما تقول مسؤول في مصر ما فيش مسؤول سياسي، الحمد لله انا ابرئهم من هذا الشر. يعني السياسه بالنسبه والعياذ بالله رجس من عمل الشيطان. المسؤول الامني قلت له احمدوا ربنا، انتوا عندكم شعب طيب مطالبه بسيطه يعيش بسيطه، وعندكم معارضه شريفه اليفه لطيفه بتقول لكم باستمرار خلي بالكم انتوا غلطانين في كذا، طب ما تعملوش كذا، طب خلي بالكم اعملوا كذا، طب كذا طب كذا. اللي بتقوله لكم المعارضه لو تتبعتوه هتحكمون مدى الحياه انتم واولادكم من بعديهم. مش هتحكموا بيه، اسالوا على اللي قبليهم، طب اسالوا على اللي قبليهم، طب اسالوا على اللي قبليهم، اللي قبل اسالوا على راحوا فين بسبب مثل هذه السياسات. دي دعوه انا بقولها، وجب عليا اقولها بعد اذنكم، واحنا حوالينا اللي بيحصل في العالم. وانا اعتقد ان يعني ما فيش مصري الا وحاسس ان المؤامره الجايه على مصر اللي سموها في ادبياتهم الجائزه الكبرى. ارجوكم احبطوا هذا المخطط، بتريحوا الناس في معيشتها واكلها وشربها، وتريحوا الناس افرجوا عن المساجين قبل فوات الاوان. سلام عليكم.